من أطيب الوصفات اللي ممكن تجربوها بحياتكم هي الفطيرة التركية. حنعملها اليوم باللحمة المفرومة، وعلى فكرة هذا تاني فيديو لإلي للفطيرة التركية. سبق قبل هالمرة عملتها معاكم بالدجاج، بس هالمرة رح نعملها باللحمة المفرومة بطريقة ولا أسهل ولا أروع. خلينا نتابع الفيديو للآخر، بس يا ريت لو تسمحوا لي أذكركم ما تنسوا تعملوا لي لايك لهذا الفيديو، أيضا تنزلوا تحت بالتعليقات تكتبوا لي من أي بلد بتتابعوني، ونصلي على الرسول ونقول بسم الله ونبلش. في البداية وكيف ما عم بتشوفوا معي، عندي هون كوب ونص من الحليب الدافي. حضيف عليه معلقة صغيرة مليانة من السكر، وحضيف عليه معلقة كبيرة مليانة من الخميرة. حدمجهم كتير منيح مع بعض. بعد هيك حترك الخميرة لتختمر لمجرد 5 دقايق بس لأتأكد لما الخميرة تكون عندي فعالة 100%. عندي هون ما يقارب 5 أكواب من الطحين، حضيف عليهم معلقة صغيرة مليانة من البيكنج باودر. أيضا حضيف عليهم معلقة صغيرة من الملح، وحضيف عليهم 3 كوب من الزيت النباتي او الزبدة لو حبيتي، وحدمجهم كتير منيح مع بعض. ويفضل ايضا انكم تكونوا ناخلين الطحين، بيكون كتير افضل لإلكم حتى تتخلصوا من اي شوائب موجودة بالطحين. عندي هون الخميرة بعد ما اختمرت وصار عندي فقاعات على الوجه، بتأكد 100% انه الخميرة عندي فعالة. لو ما عملت معك فقاعات على الوجه هيك بتكون الخميرة عندكم فاسدة، فيفضل انكم تستبدلوها. حبدأ اضيف الحليب على الطحين تدريجيا. كمية الحليب اللي انا مستخدميته ما يقارب كوب ونص لل5 أكواب الطحين. هيك الطحين اللي عندي أخذ معي كوب ونص، ممكن ياخد معك لحد 2 كوب، وممكن يوصل ل2 كوب ونص حسب نوع الطحين اللي انتم عم تستخدموها. المهم لازم توصلوا لقوام عجين يكون بإيدكم متماسك وما بتلزق بإيدكم أبدا. والأهم من هيك وهيك إنه تعطوها حقها بالعجن، يعني لازم العجين تقعدوا تعجنوها ما يقارب 10 دقايق. لا تكلي ولا تملي، بدك تضلي تعجنيها لما تصير معك متماسكة. ولو كانت بايدك بتلزق ادهني ايدك شوية زيت وما تضيفي عليها طحين ابدا حتى ما تنشف معكم. دهنت الطبق بالزيت ودهنت وجهها بالزيت كيف ما شفتوا. بغطيها بالسويتش رول، وبعدين بحطها بمكان دافي لحد ما تختمر معانا للوقت المناسب. اللي بقول لك ممكن تاخد معك ساعة نص ساعة ابدا حسب الجو، ممكن بالشتاء تمد للساعة ساعة ونص، وبالصيف ما حتكمل الساعة ابدا. عندي هون مقلاية كبيرة رح ضيف ما يقارب 3-4 معالق من الزيت النباتي. ضفت بصلة ناعمة جدا. ايضا حضيف ما يقارب 300 جرام من اللحمة المفرومة ناعم، مش اكتر من هيك. ولو حبيتوا اللحمة انكم تستبدلوها بلحمة اللي هي لحمة الشاورما بتكون مقطعة شرحات برضه بيمشي الحال. حبدأ اني اشوح باللحمة بهذا الشكل على حرارة متوسطة. الحرارة ما بتكون عنا على الواطية كتير ولا على العالي كتير حتى ما تنحرق معاكم. بتخلوا الحرارة على الوسط. لما يتغير معاكم لونها بهذا الشكل على طول بنضيف ما يقارب حبتين من الفلفل الرومي الأحمر والأصفر والأخضر لو متاح عندك، تمام. ولو متاح عندك بس الأخضر برضه بيمشي الحال، بس الألوان بتعطيه شكل وطعم مميز. أول ما بضيف الفلفل الرومي ما بخليه يدبل أبدا معنا، بضيف على طول فلفل أسود، وبضيف بودرة الثوم. أيضا رح ضيف بهارات البابريكا، وبضبط الملح، وما بنضيف ولا أي نوع بهارات تانية، تمام. ما بنضيف بودرة بصل لأنه إحنا أصلا حاطين بصل، فقط فلفل أسود بابريكا والبودرة الثوم. حضلني أشوح فيها، وكيف ما عم بتشوفوا ما بتاخد معكم وقت أبدا، ما يقارب 10 دقايق. وعلى طول بنضيف آخر مكون اللي هو الذرة. الذرة هون عنا أصلا بتكون مستوية، يا دوب بشوحها دقيقة مش أكتر من هيك، وخلص هيك الحشوة بتكون صارت معنا جاهزة. طبعا مقدار العجين اللي عملناه صبايا يكفي ل3 فطائر مش أكتر من هيك، وهلا رح أعطيكم المقاس. شوفوا ما شاء الله العجين ما شاء الله مختمرة وتمام التمام. شوفوا قديش معبية هوا ما شاء الله. هي ما أخذت معي وقت كتير لأنه الدنيا صيف، أخذت معي تقريبا شي 40 دقيقة كانت بهذا الحجم. رح أفرغ كليات الهواء منها، وشوفوا لي قديش طالعة، يعني بتجنن. وعن جد عن جد من أروع العجائن اللي ممكن إنكم تجربوها. ترى اللي ما بيستخدم معلقة البيكنج باودر لازم يستخدمها، بتعطي قوام للعجين رائع. وهالعجين تصلح لجميع أنواع المعجنات اللي ممكن إنكم تعملوها. حقطع العجين ل4 قطع متساوية. كيف ما قلت لكم أنا مقاس الصينية اللي حستخدمها 20 مش أكتر من هيك. رح أغطي العجين بالسويتش رول أو بأي كيس موجود عندك، بس حتى العجين ما تنشف معانا. وبعد هيك حبدأ إني أرق فيها بهذا الشكل.
وعلى ما انا ارق العجين، يا ريت صبايا بس لو تسمحوا لي اذكركم ما تنسوا تعملوا لي لايك. ما بتتخيلوا اللايك قديش مهم لدعم الصفحة وبساعد على انه القناة تنمو بشكل اسرع. بتمنى لو مستفيدين عن جد لو شيء بسيط من الفيديوهات ما تبخلوا علي باللايك. رقيت العجين كيف ما شفتوا، مش المفروض تكون معانا سميكة كتير وايضا مش كتير رقيقة. جبت الصينية ودهنتها بالزيت كيف ما عم بتشوفوا، بعدين بحط العجين بهذا الشكل. لازم اني اخزق العجين بالشوكة او باي سكين موجود عندك حتى العجين ما تنتفخ معانا زيادة عن اللزوم. لازم هذا الفطيرة تكون معانا سمك العجين مش كتير منتفخ ابدا، بتطلع مش طيبة معاكم ابدا. حطيت انا جبنة موزاريلا فوق العجين، بعد هيك بحط الحشوة، بعد هيك رح ارجع اضيف كمان جبنة موزاريلا، وبعد هيك رح ارجع اغطيها بالعجين. تمام. طيب احنا فينا نستخدم اي صينية لو مش متاح عنا هذا الشكل، طبعا بتقدر تستخدمي اي صينية ألمنيوم موجودة عندك، بايركس بيمشي الحال. عملت العجين الثانية القطعة الثانية كيف ما عم بتشوفوا وبنفس الشكل ونفس الخطوات. ترى أنا عاملة 5 أكواب، بس ال5 أكواب عملوا لي ما يقارب 3 فطائر، 2 كبار وواحدة حجم وسط. هلا بفرجيكم أنا عملتها آخر واحدة بالبايركس. حبدأ إني أسكر العجين القطعة اللي فوق مع القطعة اللي تحت كيف ما عم بتشوفوا، بلزقهم مع بعض، هم ما بياخدوا معاكم أي مجهود، على طول بس بتلزقوهم مع بعض. بعدين لازم وضروري جدا 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 إنه نخزق العجين الطبقة اللي فوق قبل ما ندخلها على الفرن، لأنه كيف ما قلت لكم هالعجين مش المفروض تكون معاكم منتفخة زيادة عن اللزوم، فلما بتعجنوها انتم ما بتعطوها مجال اصلا انها هي تنتفخ. عندي هون خلطة التلميع، معلقتين من الحليب مع صفار بيضة وشوية من الخل، معلقة صغيرة من الخل، بدمجهم مع بعض وبدهن فيها وجه العجين. بعد هيك رح ضيف كمية من جبنة الموزاريلا، لو عندك أشقوان طيبة برضو يلي موجود عندك بتحب تستخدميه استخدميه. بعد هيك رح ضيف سمسم، وبضيف حبة البركة، وبدخلها على الفرن على الرف الثاني من تحت. الفرن لازم يكون محمى مسبقا عنا على درجة حرارة 200. بندخلها كيف ما قلت لكم على الرف الثاني، ما تخلوها كتير قريبة من الحرارة حتى العجين تستوي معاكم 100%. وبنطلعها وبتكون بهذا الشكل. هلا لو تحمرت عندكم اشقرت من تحت ولسه وشها ما شقر، فيكم تشغلوا الشواية حسب نوع الفرن اللي موجود عندكم. يعني لو احمرت وهي لساتها تحت خلاص بتكون أخذت حقها بالسوا. وطلعتها وكانت بهذا الشكل، قطنية مش بامتياز، فوق الامتياز، رائعة جدا جدا جدا. أنا كثير بكون فخورة بحالي وقت اللي بعمل عجاين هيك، كثير بحب شغل العجائن. وعملت معاكم أيضا قبل هالمرة كيف ما قلت لكم الفطيرة التركية، وعملت معاكم البيتزا بكذا نوع للعجين، لازم تجربوها. ولو حابين تشوفوا لإلي الفطائر التركية بالدجاج بس اكتبوا بالبحث الفطائر التركية بالدجاج مطبخ ملك عبد العال، بيظهر لكم بالبحث، فيكم تشوفوها، رائعة جدا جدا جدا، طعمها مميز. أنا بالنسبة لإلي بفضل التنتين، بس الأكتر يعني بميل أكتر إني أعمل فطيرة الدجاج، مع إنه فطيرة اللحمة ولا أروع. تمام صبايا، هيك بكون خلص معنا الفيديو لليوم. بتمنى إنه يكون عجبكم، أيضا بتمنى ما تنسوني من اللايك. كنت معكم أنا ملك عبد العال، ملتقانا إن شاء الله بفيديو كتير كتير قريب. ألف صحة وعافية، بشوفكم على خير وباي باي.